معي ضيف كريم أحبه كثيرا وأقدره كثيرا، هو مفكر وداعية إسلامي محترم، له صولاته وجولاته في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المفكر والداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد أبو نور الدين. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتور عادل. يعني في التصور وفي القناعة أن الإسلام يحترم الجميع ويقدر الجميع، وكل المقدسات خطوط حمراء في نظر الإسلام ورسول الإسلام. نستفتح بالحمد لله الذي غاب عن الغيوب وظهر بنوره في السرائر والقلوب، سبحانه هو علام الغيوب القائل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحانه وتعالى. وأصلي وأسلم على هادي الأمم وماحي الظلم، يا من مدحت في التنزيل من ربك بأنك تعلو على الخلق العظيم، وحباك اثنين من أسمائه الحسنى فأنت الرؤوف وأنت الرحيم. صلى الله عليه وسلم. اقرأ وصلي واسجد واقترب ولا تبال بمنكر ولئيم، وعطر الأذى بمسك الهدى كأن العدو ولي حميم. الله. وعطر الأذى بمسك الهدى كأن العدو ولي حميم، وصل عليهم فإن صلاتك سكن القلوب وطب السقيم. صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نتحدث يا دكتور يماني عن هذا الأمر اللي أشرت ليه والحدث اللي مر في الأيام الماضية، وهو الفيلم اللي صنع وأرادوا به الإساءة من الإسلام ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما نتكلم ليس في دائرة الدفاع عن رسول الله كما ذكرت، لأن الله تعالى هو الذي تولى الدفاع عن نبيه. ربنا سبحانه يقول إيه؟ يقول في كتابه إنا كفيناك المستهزئين. الله. وفي آية تانية يقول له أليس الله بكاف عبده؟ يبقى الله وحده هو المتولي بهذه المهمة. لكن إحنا بنتحدث لنؤكد على نقطة هامة، ونقول إن اللي حولوا الإساءة من هذا العمل إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هم في الحقيقة أساءوا إلى أنفسهم، أساءوا إلى انتماءاتهم، لكن لم ينالوا من رسول الله ولم ينالوا شيء من الإسلام. ليه؟ لأن احنا لاحظنا هنلاقي عمل قدم بطريقة شديدة جدا، وانتم ده طعنتوا في انتمائكم. أنا مش بقول لكم، ببعت رسالة لصناع هذا الفيلم وبقول لهم لازم تتعلموا الأول، لازم الأول تتعلموا، وما أقصدش تتعلموا الإسلام أو تتعلموا القرآن، لأن بينكم وبين القرآن بحر عميق، ولكن تعلموا الإنجيل، تعلموا المسيحية إن كنتم تنتمون لها، تعلموا تعاليم المسيح ووصاياه الحقة. احنا ما نشوف السيد المسيح في كلماته الرائعة يقول طوبى لصانع السلام، طوبى لصانع السلام. طيب هل انتم بالفيلم اللي عملتوه ده وانتم عارفين ان مصر دلوقتي يعني أشبه بالطبق اللي مليان بنزين، انت كأنك جيت بتولع عود كبريت وبترميه في الطبق ده، هل انت بالفيلم ده في الوقت الحالي بتصنع السلام؟ هل انت كده بتتبع وصايا السيد المسيح؟ هتقول طب ما هو أصل في أسباب وفي اعتداءات حصلت، في ده شيء لا ينكر، ولكن هل معنى كده انك تهدر وصيته المسيح لما قال أحبوا مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، صلوا من أجل أعدائكم؟ ومال الكلام ده فين؟ وما تنفذش ليه؟ انت بكده طعنت في انتمائك ولم تطعن في النبي ولم تطعن في الإسلام. ليه؟ لأن لا يوجد شخص على وجه الأرض يا دكتور يماني صنعت له مكيدات مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، سواء كان حيا أو حتى بعد انتقاله. يا الله. ولكن يشاء الله بقدرته أن بيحول كل هذه المكائد إلى فوائد. يعني أنا بقول للناس وأقول للمشاهد لا تظنوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما تفتكروش أن الفيلم ده مجرد إهانة، لا، ده عسى الله أن يجعل به باب يلفت عقول أهل الغرب للإسلام ويحاولوا يبحثوا إيه الدين ده، لأن مش ممكن يكون الراجل ده اتبعوا ملايين الناس وهو بالسطحية اللي قدمها الفيلم ده. احنا عندنا كان مثل يا دكتور يماني بيتقال زمان في الفلاحين، يقولوا القلة الفاضية ما بتلقش. يعني انت لو جبت كده قلة فاضية وهزتها ما تعملش صوت بالظبط، لكن لما تعمل صوت يبقى دلالة ان فيها ايه؟ فيها مية. طب اللي يخلي ملايين الناس وحضارات تقوم وكتب وفكر يؤمنوا بيه يبقى ده مش من ايه؟ مش من فراغ. احنا لو بصينا لسيدنا حسان بن ثابت
شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن الناس كلها ما تعرفش حسان بن ثابت ده أسلم إزاي. حسان بن ثابت كان متأجر عشان خاطر يشتم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان مأجرين كفار قريش وقالوا له ترقب محمد فشوف فيه كده أي نقص، علشان هو نابغ في الشعر. أنت في الشعر بليغ فاعمل قصيدة في هجائه. فبالفعل راح حسان ووقف على ربوة مرتفعة حتى شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو معدي. فإذا بيه حاسة الشعر، الحاسة المرهفة اللي عنده ديت خليته يرجع تاني للناس الكفار قريش المشركين وقال لهم أدي مالكم اللي اديتولي لا حاجة لي به، وإني أشهد أنه نبي مرسل من عند الله. بمجرد أن رآه فقالوا يا حسان ما أصابك؟ ما لهذا أرسلناك؟ فرد قال لهم إيه؟ لما نظرت لحسن طلعته وضعت من خيفتي كفي على بصري، فلست أنظره إلا على قدري. يعني أنا مش قادر أشوفه إلا على قدر رؤيتي أنا. روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت من أنجم البدر. الله.